مرحبا بكم برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. ونحن في الأيام الأولى للدخول الجامعي، وخاصة تقديم الطلبة الجدد لملفاتهم من أجل التسجيل بهذه الكلية. نود أن نعبر في البداية عن متمنياتنا لمكونات كلية الحقوق، أساتذة وأطر إدارية والطلاب، بالنجاح والتوفيق برسم الموسم الجامعي 2024 و 2025. هذه البداية كتعرف تسجيل الطلبة بوضع ملفاتهم بالكلية، وخصوصية هذه السنة انطلاقا كما وقفتم على ذلك من تخصيص فضاءات متعددة بالعديد من الأطر الإدارية وكل ما يتعلق بالإمكانات التقنية من أجل ضمان انسيابية وعملية يسيرة جدا لتمكين الطلبة ديالنا الجدد من التسجيل. واليوم لاحظتم على أن هناك انخراط لطلابنا على مستوى الدكتوراه فيما يتعلق بإعداد الملف بمعية الطلبة الجدد. وحينما تنتهي هذه المحطة من خلال تسلم الوثائق، مراجعتها، تضمينها في الملف الخاص، وبعد ذلك ينتقلون للقاعة الموازية لكي تتم عملية التسجيل الرسمي عبر المنصة الرقمية التي تضعها جامعة محمد بن عبد الله لفائدة طلابنا. وخصوصية هذه السنة هو أن الطلبة ديالنا والحمد لله ما كيخرجوا من قاعة التسجيل إلا وهم حاملين في يدهم ليس فقط إيصال التسجيل وإنما أيضا بطاقة الطالب. وهذه الخصوصية هذه السنة متميزة، تجعلنا وتجعل الطالب يشعر بانتمائه لهذه الكلية. وفي المحطة الأخيرة والنهائية ينتقل الطالب للقاعة المخصصة لتمكين الطلبة من الحصول على الشريحة الرقمية المجانية التي وفرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لفائدة طلاب جامعات المملكة المغربية. هذه الشريحات اللي غادي تجعل الطلبة قادرين باستعمالها في هذه الأيام المقبلة من أجل الاستفادة من كل الوثائق والخدمات الرقمية التي توضع رهن إشارته. ولا أخفيكم بأن المشروع ديال السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اللي هو برنامج جديد، نوفيل بلاتفورم اللي اسمها ستودنت، اللي غادي تمكن الطالب عبر هاتفه استعمال كل الخدمات الرقمية اللي غتمكنوا من الولوج لمنصة اللغات روزيتا ستون، الولوج للتكوينات فيما يتعلق بالكفايات والمهارات الذاتية السكيلز، غادي يتمكنوا من الولوج للخزانة الرقمية لكلية الحقوق، غتمكنوا من الولوج لمختلف الخدمات التي توفرها الجامعة وتوفرها الوزارة. وأنا أعتبر اليوم بهذا الدخول السلس وبهذه الإمكانات التي وفرت لطلابنا وطالباتنا هذه السنة ستسمح لنا بإمكانية الانطلاق السريع في عملية التكوين البيداغوجي داخل الكلية. ومن أجل تيسير أيضا هذا الدخول جعلنا رهن إشارة طلابنا مجموعة من الأدوات الرقمية والورقية، من ضمنها العرض البيداغوجي الذي توفره كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس. ولا أخفيك على أنني سعيد جدا انطلاقا من المجهود الكبير للسادة رؤساء الشعب والسيدات والسادة منسقي المسالك وأيضا الأطقم الإدارية، سواء النائب العميد المكلف بشؤون البيداغوجية والبحث العلمي أو السيدة الكاتبة العامة، أن نعيد مثل هكذا وثائق تقدم العرض البيداغوجي للطالب لكي يتمكن من فهم نوعية العروض البيداغوجية. فإذا خديت على سبيل المثال القانون الخاص، سألاحظ على أن العرض البيداغوجي يتكون من إجازات متعددة باللغة العربية وباللغة الفرنسية، سواء تعلق الأمر بالمهن القانونية والقضائية أو قانون المال والأعمال أو الوساطة الاجتماعية، وأيضا باللغة الفرنسية droit financier des affaires métier de droit et de la justice. إذا انتقلت أيضا للقانون العام سنجد على أن هناك عرض بيداغوجي متميز: تدبير التنمية الاجتماعية كإجازة، إيتود بوليتيك انترناسيونال، مسلك الدراسات الإدارية والمالية، مسلك الدراسات السياسية والدولية. وحينما ننتقل أيضا للإجازة في الاقتصاد فنجد على أن إجازة الاقتصاد كتقدم واحد العرض بيداغوجي متميز على مستوى الإجازة في الإيكونوميتري، وتقدم أيضا
عرضا بيداغوجيا مشتركا مع أيضا المجال المرتبط بالتدبير لا جيستيون من خلال لا كونتابيليتي فينانسي فيسكاليتي مانجمنت دو ريسورس هيومان كوميرس اي ماركتين استراتيجي كونترول دي اورغانيزاسيون انتربرونيا مانجمنت اي لينوفاسيون اي دو ديجيتال. هذا العرض البيداغوجي المتميز على مستوى الاجازه لنقل الاجازه ينضاف له العرض المتميز ايضا على مستوى اجازه التميز الذي تعرفها كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه، سواء اجازه تابعه للقانون العام او اجازه تابعه لشعبه الاقتصاد وتدبير المنظمات. هذا العرض البيداغوجي المتعدد على مستوى الكليه اللي كيفوق ال 15 العرض البيداغوجي على مستوى الاجازه الاساسيه كيجعلنا على اننا كنمكنوا الطلبه ديالنا والطالبات ديالنا من الاختيار بين مختلف هذه التكوينات. اذا بذلك لا يمكن الا ان اعبر مع بدايه سنه عن مدى سعادتي وسروري بانطلاق هذا الموسم الجامعي، انطلاقا من محطه التسجيل وانتهاء بانطلاق التكوين. وبين هذا وذاك نؤكد لكم على اننا سنشتغل على مستوى الكليه بالاضافه لهذا العرض البيداغوجي ولتمكين طلابنا من بدايه الدراسه ديالهم. سنشتغل ايضا على كل الانشطه الثقافيه والفكريه والعلميه التي ستعرفها المؤسسه. بدايتها سينطلق مع محطه الاسبوع الثالث من شتنبر، حيث سنحتفل داخل هذه الكليه بالتخرج الفوج الرابع للعيادة القانونية. سنحتفل في هذه الكلية بتخرج الفوج الثاني من مدرسة الفكر النقدي داخل الكلية. سنحتفل في هذه الكلية بأبطالنا الطلبة والطالبات اللي شاركوا في مختلف الأنشطة الرياضية التي نظمت على مستوى الجامعة وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، واللي ساهموا فيها الطلبة ديالنا ديال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. سنحتفل بهم، وإن شاء الله نؤكد لكم على أن سنجعل من السنة الموالية أيضا سنة للأنشطة الثقافية والفكرية والعلمية، سنة ستعرف فيه العيادة القانونية أيضا استمرارية التكوين لفائدة الفوج الخامس من هذه العيادة، سنة ستعرف أيضا أنشطة على مستوى مركز الطالب المقاوي داخل الكلية، سنة ستعرف أيضا تكوينات داخل العيادة القانونية، سنة أيضا ستعرف دراسات وأبحاث ونقاشات في علاقة بالمرصد الجهوي لمحاربة الجريمة وتقديم الأجوبة.